خرافات في علم الولادات. هنتكلم النهارده عن ظاهره بتحصل للسيدات بعد الولاده القيصري كتير، واحيانا في بعض الولاده الطبيعي. هي ورم الرجلين بعد الولاده. الست بعد الولاده بيومين 3 تتصل بالدكتور وتقول له انا رجلي ورمه الاثنين، وورم زايد قوي ما كانش موجود عندي اثناء الحمل. هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ورم الرجلين الاثنين ده طبيعي، بيحصل بعد الولاده ب3 أو 4 ايام، نتيجه ان طول الحمل بيبقى فيه ضغط على الاوعيه اللي بتغذي الرجلين، وبعد خروج الجنين وصغر حجم الرحم الضغط ده بيروح، وبيبتدي الدم يروح بقوه للاطراف. سريان الدم بقوه للاطراف بيؤدي الى تورم شويه، لان الفتحات الاوعيه الدمويه بتبقى فاتحه لسه، وده بيؤدي لتورم في الاطراف شويه. الموضوع ده بيخف لوحده وبيتحسن لوحده، لكن مطلوب نشرب ميه كتير، 3 لتر ميه، نتحرك كتير، نرفع الرجلين بزاويه 30 او 40 درجه، يعني تحط مخده تحت رجلك وانت نايم على السرير، وخلال 3 4 ايام الورم ده بيروح. طب هل كل الورم ده طبيعي ولا فيه مشكله؟ لا، ممكن يكون فيه مشكله كبيره جدا ولازم ناخد بالنا منها، ان لو حصل تورم في رجل واحده. الطبيعي ممكن يحصل تورم في الاثنين، لكن هي لو حصل في رجل واحده او وجع في السمانه شديد، ده احد اعراض حدوث جلطه. لازم ترجع للطبيب على طول، ولازم نعمل اشعه اسمها دوبلكس نطمن ان مفيش جلطات في الرجلين، ونتابع مع دكتور اوعيه على طول في الفتره دي.